لكم فيديو جديد مع ابو يوسف الاهلاوي، وحابب اشكر كل واحد بيشترك معايا في القناه، واتمنى من ربنا ان شاء الله المزيد عشان صوتنا يوصل لكل واحد محترم على دماغنا. واشكر كل واحد ادى اللايك على دماغ ابو يوسف الاهلاوي. هسمعكم بجاحد مصطفى يونس طالع تزغرط، طالع تزغرط وعامل نفسك بتحتفل مع جمهور الاهلي ببطوله افريقيا مع الاخ مهيب. يا اخ مهيب مهما تعمله جمهور الاهلي ما بيضحكش عليه. يا اخ مهيب حتى بعد احترامي لاي حد جمهور الاهلي ما بيضحكش عليه. مصطفى يونس جرح النادي الاهلي قد ايه؟ انا اتحديته اول السنه وطلع في قناه الزمالك يقول لك صفقات الزمالك هتنيم اي نادي هي السنين الجايه عشان صفقات جابوها، وطلعت اتحديتك وقلت لك هفكرك، وانا طالع بفكرك يا كابتن مصطفى. ابو يوسف الاهلاوي طلع بس عشان هو انا ما لعبتش كوره في نادي بس عيني احسن منك، قلت لك احنا عندنا احسن لعيبه. انت طلعت على قناه الزمالك وقلت الخطيب قلت الخطيب اتفق على الناس عشان تشتمني، وانت اللي خدت فلوس عشان تطلع في قناه الزمالك وتهين النادي الاهلي وترموز النادي الاهلي. بس النادي الاهلي ما بيضحكش عليه عشان جمهوره فاهم. جمهور النادي الاهلي الطفل اللي عنده 5 سنين و10 سنين لغايه المحترم الشاب وغايه الراجل الكبير اللي على دماغنا ما بيضحكش عليه. هو دي خلاص بقت عقيده في الاهلاويه، محدش بيضحك علينا مهما حصل. ما بننساش اللي بيشتم فينا ويجرح في النادي الاهلي، عشان طالما جرح في النادي الاهلي يبقى جرح فينا. وانا طلعت وقلت لك يا كابتن مصطفى يونس انت مهما تعمل، انت لو مش جبته، انت لو زغرطت ورقصت جمهور الاهلي مش قابلك والله العظيم. مؤاخذه في الكلمه، انت لو خدت كفنك على ايدك ورحت بيه النادي الاهلي جمهور الاهلي مش هيحبك ومش هيسامحك عشان اللي انت عملته في اداره الاهلي وجمهور الاهلي ما اتعملش. هسمعكم ونرجع عشان ليا تعليق على اللي هتشوفوه ده. هيدينا زغروطه اكيد. كابتن مصطفى يونس حبيبي يا بوبس، مبروك مبروك للنادي الاهلي ومبروك للجماهير الكبيره. وانا ما كانش عندي لحظه شك ان احنا هنكسب. وانا طول عمري قلت ان احنا عايزين جول واحد نكسب بيه. والحمد لله كسبنا بالجول، ما ينفعش نخسر منهم مرتين. شفتم وسمعتم؟ طالع بيزغرط لمين؟ احنا مش قابلين منك اي حاجه يا عم، مش قابلين اصلا من المذيع اللي انت قاعد جنبه ده اي حاجه. القناه دي اصلا مش قابلينها، احنا يا اهلاويه مش قابلين القناه دي، مش قابلين اي حد منها، عشان كل يوم بيجرح في النادي الاهلي كل يوم وفي الاخر تجيبوا تورتايه هو ورضا عبد العال طالعين زغراتهم بأمارة ايه؟ النادي الاهلي يا جماعه خلاص حطوكوا في خانه اللي انتوا ان شاء الله مش هتطلعوا منها. جمهور الاهلي اللي حطوكوا فيها، جمهور الاهلي فهموا الكلمه دي بعد احترام لاي حد. حطوكوا في حته هي دي مقامكم عشان جرحتوا في النادي الاهلي، وانتوا اللي خدتوا خير النادي الاهلي. جرحتوا في النادي الاهلي انت يا مصطفى يا يونس ورضا عبد العال ومجدي عبد الغني، وانتوا اللي خدتوا خير الاهلي. واحنا بنساند النادي الاهلي من قلبنا يمين الله، عشان احنا ناس بنحب الكيان، احنا ناس محترمه واقفين جنب نادينا. احنا من اول دقيقه ومن اول فيديو قبل مباراه سيراميكا السنه اللي فاتت الموسم اللي فات اما كسبناها 4-0 بالناشئين، ابو يوسف الاهلاوي طلع ومتسجل عندكم في القناه، قلت لكم الاهلي هيخوفكم في مصر وفي افريقيا، وحصل. وانا اللي قاعد اهوت بس بحمد ربنا على الناس اللي بتديني اللايك دي. لو واحد اداني اللايك بحمد ربنا عليه، احسن ما اطلع اضحك على الناس في التلفزيون واخد فلوس عشان اطلع اجرح في الناس. بطلع اجرح في الناس وبطلع اغلط في الناس اللي اكلت معاهم عيش وملح. ومهما تزرغط ومهما تعمل جمهور الاهلي ما بينساش انت وامثالك. بعد احترامي لاي حد، بعد احترامي لاي حد، النادي الاهلي بره خلاص. هو اللي بيطلع من القلب بيخش، يبقى كذاب اللي يقول لك بيخش تاني، يبقى راجل منافق، يبقى راجل كذاب وبيضحك عليك يا كابتن مصطفى. اللي يقول لك جمهور الاهلي لما شالك هيرجعك تاني قلبه، لا اوعى تفكر ان انت هترجع النادي الاهلي ونحبك تاني. خلاص انتهت. انت لو ما عملت اللي كل يوم جمهور الاهلي بص فايق لاي مخلوق هيجرح في النادي الاهلي. ده احنا مين؟ ده عصام الحضري. عصام الحضري ما غلطش فينا بس عشان سابنا ومشي خلاص انتهت. اي حد سابنا ومشي ما بنغلطش فينا برضك بره. انت بقى يا اللي تروح تلبست تيشيرت الزمالك على القناه دي وجرحت في الكابتن محمود الخطيب، جاي دلوقتي تقول لك والزرغط بأمارة الزرغط. مين هيقبلها منك؟ مين هيقبلها منك؟
انا عايز كل اهلاوي محترم بيشوف ابو يوسف الاهلاوي يكتب لي لو انا بتكلم صح ولا غلط. يمكن انا راجل بتكلم غلط، يمكن هو اللي صح وانا اللي غلط. حد يكتب لي ويقول لي، حد يكتب لي ويقول لي انا بتكلم صح على الراجل ده ولا لا. انا مش قابل اللي هو يزرط للنادي الاهلي، ولا التاني قابله اللي هو يجيب تورتايه ويطلع. خلاص الموضه دي انتهت بقى، الموضه دي خلاص. اوعى تفكروا هتقلوا ادابكم على الناس والناس تسامحكم، مفيش حد خلاص. يا ريتك بتغلط في الناس، دي انت بتهين الناس في كرامتها وفي شرفها. دي انت قلت على الناس كل ما مفيش حد في الدنيا كلها قاله. يا مصطفى يا يونس يمين الله، انت قلت على الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته والكابتن حسن حمدي رئيس نادي الاهلي السابق اللي ما اتقالش من اي حد، عشان النادي الاهلي محترم ما بيردش. وطالع تقول الخطيب كان بيدي فلوس لناس عشان تشتمني. مين انت عشان يشتمك؟ الغيره وحشه، وعهد الله الغيره وحشه، الغيره وحشه. وانت غاير، بس صدقني طالما انت غاير من بني ادم عمرك ما هتوصل له. بدل ما تقول له ربنا معاك وربنا ينجحك، هتوصل له. طول ما انت باصص له في لقمه عيشه مش هتوصل له. صدقني خليك في نفسك، خليك في نفسك وبطل تيجي جنب النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي مش شاغل دماغكم بيكم، احنا معاكم. النادي الاهلي مكمل في طريقه ان شاء الله، والاهلي في كاس العالم للانديه. الاهلي يا مصطفى يا يونس، انا طلعت اول السنه على قناه الزمالك تشكر المستشار على صفقات الزمالك اللي السنين الجايه كلها نادي الزمالك هو رقم واحد. هو فين؟ فين كلامك يا خبير؟ فين كلامك؟ وانا رديت عليك قلت لك انا مستنيك قبل ماتش السوبر الاولاني اللي كسبناه 2-0 برونو وكريم فؤاد، وطلعت قبليها بفيديو قلت لك انا مستنيك، واستنيتك بعد الماتش ما طلعتش. عرفت بقى مين النادي الاهلي وجمهوره؟ جمهوره فاهم. اوعى تضحكوا على جمهور الاهلي. اللي هيجي بباله يطلع يضحك على جمهور الاهلي بتورتايه ولا بزغروطه، قول له سلام عليكم، روح زغرط في بوكه وخد التورتايه روح وديها لعيالك. سلام عليكم يا احسن ناس في الدنيا، اللايك والشير.